ابو يوسف، والله العظيم اول مرة اوقف قدام ضيف خنقتني العبرة. انا ما ودي اتكلم، بس ابي تكلمني عن الحالة اكثر. شنو معاناتك؟ أنا معاناتك ما توصف، ولا لها حد ولا لها حدود. أنا كل اللي بقوله لك ترى 1% من اللي داخل قلبي. الحين أنا ما همني كل شيء، اللي يهمني الحين حاليا أنا سكن، مصروف، لقمة، حتى تمويني. أنا كويتي تمويني ماني قادر أجيبه هني بالبيت، أبيعه حق سوريين. كم ياخذون السوريين؟ 50 دينار ب40 دينار أصرف على أهلها. والله العظيم سيارة ما عندي. أذيت اللي أعرفهم، جيراني، ربعي، مني تعالي بعطني سيارة وديهم المدارس أردهم، مني هذا نايم أنحرج منه، هذا مدري منو. يعني والله ما أدري منين أبدأ ومنين أنتهي بهالموضوع. شو أقول لك؟ وعندي كل ما يثبت اللي أقوله، عندي أوراق وكتب رسمية. هذا ملف الولد، وهاي تذاكرنا عشان أوديه أمريكا. راحت علينا منع سفر. شو مسوي يعني كويتي؟ يعني بهاجر بخلي الدولة بهاجر، ولا اوديه ولد اوديه يعالج يكمل علاجه. وحاليا الحين انا قاعد والله العظيم انا وعائلتي هذه بدون ماي وبدون كهرباء وبدون تكييف. والمشكله حتى فطور ماكو، وصيام صيام. انا وعيالي والله العظيم اروح اصف مع الاجانب عشان اجيب لهم وجبات مع الاجانب هذول بالمساجد. مره يوم احصل ويوم ما احصل. ساكن بسرداب، هوا ماكو، غيرته. انا راعي ربو، راعي تنك، راعي حساسيه، عندي ملف في مستشفى الراشد. انا انخنق، فما بالك هالصغار ينامون مفسخين. والله ينامون مفسخين. انا ساعات انا عن نفسي من الخنق اروح اقعد في المسجد. والله اقعد عند المسجد، ما ادري راح اصلي ولا قاعد ابكي، ولا ادور لي فطور، ولا ادور لهم فطور، ولا ادور لشنو. ما ادري، ترى ماني عارف منين ابدا والله، ولا انتهي بشيء يعني شيء. مصرف والله العظيم يروحون بدون مصروف. والحين هذا الله يجزاه خير هالايام الفضيله قاطع ماي وكهرباء وتكييف وحر. عاد انا ناشد ربعنا، اهلنا، اهل الخير، ديرتنا، اللجان الخيريه الطيبه اللي كل يوم ما شاء الله متبرعه بدوله فلانيه، متبرعه ما ادري وين. كلنا قاعد نسمع ونشوف ونقرا. يا جماعه احنا اولى. انا مت 1000 مره بسبه ما اطلع بهاللقاء، لكن خلاص انا طالع علشان عيالي مو علشان حتى نفسي. وانا عندي ولد مريض في سرطان، هو السبب، هو الله يشافيك ويجزاك خير، هو السبب اللي خلاني انا اروح في امريكا. ومن بعدها رحت مع امريكا واخذت عائلتي كلها معاي، ما عندي احد احطم عنده. الام متوفيه، الابو متوفي، وعائله كبيره. رحت امريكا وقعدت لي فوق السنه هناك، وعقب حاشتني كورونا. أزمة كورونا دمرتنا، احنا الشركات الصغيرة هذه كلها تدمرت في كورونا، وكلكم عارفين الشيء هذا. أنا ريال خسران نص مليون دينار، وشركتي واقفة، وعلي ديون، وبيتي بايع ودافع ديوني، وعلي الحين يمكن فوق 100,000 دينار. ان شاء الله اخوي ابو يوسف، احنا في شهر كريم واخر 10 الاواخر، اهل الخير ما راح يقصرون معاك يا رب، وصدقني دموعك غالية، يا رب، وإن شاء الله ما راح يقصرون معك. ربعي اللي قبل دود تلفوني هذا ما يسكت، وينهم؟ أهلي جماعتي وينهم؟ اللي قبل طوابير، اللي قبل والله العظيم ما أقدر أنام منهم، ما أقدر. وينهم الحين؟ كلهم تبخروا. والله العظيم عندي هنود وعمال وبنقالية متسلف منهم 20 50 40 30 دينار. تعال وأعطيك أرقامهم كلمهم. زين هذا مو دين برقبتي؟ لو مت هذا ما يطلبني يحلل لي محل ما أدري عنه، صح ولا لا؟ وغيرهم كثير. لكن أنا شو أسوي؟ ماي هذا الماي البطل الحين تكرم يتوضون في امهم تسبحهم في تغسل بالسطر هذا طشت كنا ايام الخمسينات، تقطعت يدينها. ماي ماكو. مش والله ساعات هذا ما اقدر اشتري. اللي يبي يجي حياه الله، الباب مفتوح، يدخل يتاكد ويمشي. احنا بعشر اواخر، وان شاء الله الخير ما يقصرون. والله العظيم انا اول مره كاعلامي اقف امامك ما اقدر اعبر. الحمد لله جزاك الله خير، الحمد لله رب العالمين. انا مو معترض على امر الله. ان شاء الله رسالتك واصله يا ابو يوسف.